بعد ما استقبلنا رئيس مهرجان أوسكار شمال أفريقيا الدولي السيد بسام دريرة، توا باش تستقبلوا معنا شريكته في العمل مديرة المهرجان السيدة أسماء دريرة. عسلامة مدام أسماء. عسلامة، مرحبا بكم. شرفتنا ونورتنا، حضورك كان راقي على الآخر وكان ديما مزيان، ديما عندك الحضور والكاريزما. شكرا. تحكي لنا شوية أولا على المهرجان والبهرج هذا والفخامة هذه اللي في كل عام وكل مرة تكون أحسن من العام اللي يقبلها. شنو السر اللي راح؟ السر حضوركم يا لله. هذه أول حاجة. بوات برودكسيون جروب مشكورين على الدعم ونقل الصورة المتميزة لأوسكار شمال أفريقيا. النسخة هذه النسخة الثالثة، قاعدين نشوفوا لاعبين وقوموا بعمل جبار، أما وراء التعب هذا الحمد لله ثمرة نجاح كبيرة قاعدين نشوف. المراحل اللي اتخذت باش صار النجاح هذايا، يعني شنو يعني كلجنة تنظيم كفريق كنتوا يعني متماسكين باش وصلتوا للنجاح هذا؟ الحمد لله. احنا نخدموا كإدارة أو لجنة تنظيم، كأسرة. هيك علاش نخدموا يد واحدة معناتها ننجحوا. النجاح راهو ماهوش سهل، انت تبدا يد واحدة الناس الكل يد واحدة، احنا مثلا نقول يد واحدة ما تخدمش. الحمد لله اليد في اليد كان نجاح رائع ومبهر. مهرجان أوسكار شمال أفريقيا الدولي هذا ما عادش ظاهرة عادية ولا فن سنوي يتعاد في كل مرة، وأكيد كل مرة أحسن من اللي قبل. هو عرس، هو حفل سنوي، هو التميز، هو الإبداع، هو الجمال. نطمح دائما للعالمية، مش دولة تونس فقط أو الدول العربية، للعالمية. الحمد لله وصلنا لمرحلة فخورين جدا بالعمل اللي نقدمه فيه، حتى بنسبة المشاركة أو بنسبة الإقبال نتاع المشاركين ونسبة الحضور نتاع الدول اللي تشارك في الأوسكار. وراه هذا المهرجان مدعمين، أبرز المدعمين هذا المهرجان. أبرز المدعمين اللي نقدم له تحية في محمد الكرتوزي، صاحب شركة أربيو للمنتجات الطبيعية، منتجات تونسية 100%. كان من أهم الداعمين للأوسكار. إن بالحق شعارنا يد في اليد للنجاح. هم المدعمين أيضا كنا في شراكة مع الجمعية المحلية لتعليم الكبار بالحمامات برئاسة مدام فاطمة بشير تحت شعار تعلم الحياة. الجمعية هذه نوجه لها تحية خاصة لأنها تعانى بالمال. هم ما شاء الله معناتها كحرفيين، يعني وبهم كحرفيين، ونحن نكملوا بعضنا في الجمال والتجميل. ما شاء الله. أوسكار يعني يتضمن العديد من المشاركين، يعني نظن اللي هي برشا يعني وفود وبرشا دول. أكيد كان إقبال الحمد لله كبير، وكان رقم معناتها من الدول المشاركة في الأوسكار. كان أكيد دولتي دولة تونس، كانت دولتي دولة تونس، دولة الجزائر، دولة فلسطين، دولة الأردن، ثم من السعودية، من تركيا، حتى من فرنسا. كلمة لرئيس المهرجان سيد بسام دريرة. نوجه له تحية كبيرة على المجهود الجبار اللي يقوم به باش نخدموا أوسكار ناجح وباش ينهض بالقطاع الحلاقة والتجميل في تونس. مدام أسماء نورتنا، حضورك كان مميز بالنسبة لي. مرحبا بيك وإن شاء الله بنجاح وتألق أكثر من